وطفل، وإن احنا نفسنا نشوف هذه المحافظة أحسن محافظة على مستوى العالم كله، وهذا المركز أحسن مركز على مستوى العالم كله، وليس على مستوى حتى محافظة مركز الجمهورية فقط. نفسنا ان احنا ننجح في ان احنا نوصل الخدمة كاملة لكل مواطن على مستوى أرض محافظة الباحرة. نفسنا نعمل عمل ناجح ومفيد ويسمع على مستوى العالم كله وليس على مستوى مصر. مركز ومدينة رشيد مركز متميز جدا، له وضع وخصوصية كبيرة جدا من ناحية انه التقاء فرع رشيد مع البحر الابيض المتوسط، من ناحية انه منطقة جذب سياحي غير عادية، من ناحية انه في اثار اسلامية تعتبر الثاني على مستوى الجمهورية والثالث على مستوى العالم باكمله من النواحي الاثرية السياحية الدينية. المستوى الخدمي يا فندم، يعني كان هناك البعض يتحدث عن ان هذه المنطقة التي نحن بصددها الان وهي المرسى النيلي، يعني اعمال التطوير هنا البعض كان يتحدث ويقول انها لم تكن على المستوى المأمول الذي كان يطمح به مواطنو مدينة رشيد. ما تعليق حضرتك على هذا الكلام؟ والله هي منظومة، والمنظومة لابد ان تكتمل باذن الله تعالى، وان شاء الله تكون على اكمل وجه وافضل وجه احنا بنتمناه وبنبغيه من الله سبحانه وتعالى ومن القيادة. السيد المحافظ لا يبذل جهدا نهائيا في الحصول على دعم بكل الوسائل لصالح مدينة رشيد عشان يطلع بها للنجومية العالمية وليس على مستوى الجمهورية فقط. لا ننسى ان في وقت من الاوقات بدءا من 25 يناير 2011 حتى الان الاعتمادات ضعيفة جدا، توقفت الاعتمادات لفترات طويلة. هذا العام لله الحمد والشكر بدأنا نحاول نعيد هذه الكرة ونحاول ننشط هذا الوضع، ووضع لينا ضمن الخطة الاستثمارية 40 مليون جنيه. هذا بالإضافة إلى أن الخطة العاجلة سيادة المحافظ ما كانش جاية فيها ولا مليم لرشيد، وسيادة المحافظ أصر بكل الإصرار أن يدخلها في المنظومة وأن يتصرف في إعادة توزيع المبالغ في الخطة بأن يجعل جزء كبير جدا لصالح مدينة رشيد بالذات. يعني ربما أرجو للتذكرة محافظة، ولكن كان هناك رأي مختلف آخر بالنسبة لبعض يعني ممثلي القوى الثورية هنا. يعني الأستاذ مصطفى هنا يعني كان أحد ممثلي القوى الثورية هو معنا الآن، وكان له يعني أحد يعني هو رأي مختلف ربما يختلف يعني عن الرأي الذي كنت تقومي بشرحه الآن. يعني هو حضراتكم مصطفى فهمي المحامي منسق عام القوى الثورية برشيد. ما تعليق حضرتك على هذا الكلام الذي ذكرته المهندسة أحلام السيد منذ قليل؟ هو حضراتكم ملف التطوير بالنسبة لرشيد كان معتمد فيه 300 مليون جنيه. عهد المحافظ السابق تم أخذ قطاع جزء منه حوالي 60 مليون كسلفة ما نعرفوش راحوا فين. المبلغ ده جاي لتطوير رشيد ابتداء من الكورنيش والبنية التحتية والمينا. حضراتكم زي ما انتم شايفين احنا بنزوق بس من بره، عندنا كورنيش لو الدنيا شتت الكورنيش ده ما بتشالش عليه الميه غير لما تيجي عربيات الكسر بتاعت مجلس المدينه تشيلها لخطأ في الاستلام والبلاعات اللي موجوده على الطريق. عندي مشروع المراسي انا شايف الفشل الجزئيه سهله ترد على هو بعد اذن سعادتك انا طبعا هذه الفتره لم اكن متواجده فيها، ولكن نجد من يرد على ذلك وهو المدير التنفيذي للمشروع متواجد معنا. متواجد يعني احنا جايين بمصادفتها النهارده عشان تفقد العمل اللي جاري مثل الاتوبيس النهري الموجود عندنا هنا والاستلام بتاعه كيف يتم وايه القصور في هذا الوضع، لانه لا يتم استلام اي موقع الا وبتشديد شديد جدا من السيد الوزير المحافظ والسيدة نائب المحافظ بان احنا عايزين نعمل حاجة كويسة لصالح البلد. مدير المشروع يرد على نقطة 60 مليون دي. اولا بالنسبة للشارع اساسا هذا الشارع لسه الميزان ده بالكامل سيتم تطويره، لم يتم تطويره حتى الان ولم يتم عمل اي شيء فيه لان انا رئيس لجنة التطوير. لم يتم عمل فيه هذه التطويرات. في 3 منازل المفروض في اساسا
قرار بنزع ملكية، وتم فعلا في مبالغ موجودة للتعويضات، وتم فعلا جزء كبير منهم نقل إلى وحدات سكنية بالإضافة إلى مبالغ مالية بياخدوها. هذا العمل جاري، وهذا الميدان سيتم تكميله بصورة بإذن الله تعالى هتكون أبهى صور، وعلى قدر يتمنى كل مواطن بحيري وكل مواطن رشيدي إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذا هو أملنا، بدءا من السيد وزير المحافظة لنقطة 60 مليون جنيه دي إذا يرد عليها السيد المهندس محمد مصطفى المدير التنفيذي للمشروع بدءا من بدايته. في معانا باشمهندسة، اتفضل يا باشمهندس. وانا عاوز افهم بس رد